السلام عليكم. عايزك كده تبص في الأوضة اللي انت قاعد فيها وتعد الأشياء اللي متوصلة بالإنترنت واللي بتستخدمها في حياتك اليومية. في الأغلب هتلاقي حاجات زي السمارت ووتش أو السمارت تي في، اللابتوب بتاعك والموبايل أو حتى كمان التابلت. كل الأجهزة دي متوصلة بالإنترنت، لكن عمرك فكرت قبل كده في الأجهزة بقى اللي مش متوصلة بالإنترنت؟ لو بالفعل اتوصلت بالإنترنت وبقت بترسل داتا وتستقبل أوامر وبيانات عن طبيعة استخدامك والحاجات اللي انت مهتم بيها، وبقيت تقدر تتحكم فيها عن بعد، متخيل ده ممكن يطور حياتك ويسهلها ازاي؟ في الحلقة دي هنتكلم على The Internet of Things أو ال IoT، ونشوف الفكرة دي جت منين وازاي بتشتغل وايه المخاطر اللي ممكن تواجهها من استخدامها. بس قبل ما نبدأ، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أنا خالد جد، ويلا بينا. تخيل نفسك خرجت من البيت وانت مستعجل ونسيت يا ترى انا قفلت التكييف ولا سبته شغال. هتفضل طول الخروجه دماغك قاعده تودي وتجيب، يا ترى ارجع اقفله ولا اروح الحق المشوار بتاعي، وهوب تفتكر انك كنت رابط التكييف بتاعك على الموبايل، تقوم فاتح الابلكيشن وبدوسة زرار واحده تيت قفلت التكييف بالسهوله دي. ايوه، بس يا ترى كل الكلام ده حصل ازاي بدوسة زرار واحده بس قفلنا التكييف؟ علشان نعرف ايه اللي حصل بالظبط لازم نفهم ايه هو الاي او تي وايه هي العناصر الاساسيه اللي لازم تبقى موجوده عشان نقدر نقول الجهاز ده من عيله الاي او تي ولا لا. اول حاجه هي السنسورز او المستشعرات، ودي الاجهزه اللي بتحس بالبيئه المحيطه او الحدث اللي انت بتراقبه. فعلى سبيل المثال ففي مستشعرات او سنسورز بتحس بمرور التيار الكهربي، واجهزه تانية بتستشعر الحراره والبروده، واجهزه غيرهم بتستشعر الحركه، واي حدث حرفيا في حياتنا ممكن يتعمل له سنسور. والمستشعر ده بيبقى متوصل بجهاز بيكون وظيفته انه يبعت الداتا اللي جمعها السنسور لحاجه تانية اسمها الكلاود كومبيوتنج، والجهاز ده بيوصل بالكلاود كمبيوتر عن طريق الانترنت، يا اما باستخدام الواي فاي او البلوتوث او الجي اس ام نتورك زي ال 4 جي او ال 5 جي، او حتى عن طريق الراديو ويفز. المهم الكلاود كمبيوتر ده لما بتوصله الداتا بيعمل عليها بروسيسنج بشكل معين او معالجه، فبيطلع في الاخر تقارير وانسايتس، او حتى كمان ممكن ياخد اكشنز. وهنا يجي دور حاجه تانية اسمها الاكتويترز، وده الجهاز اللي مسؤول عن تنفيذ الامر اللي بيجي من الكلاود كمبيوتر، يا اما بقى فصل التيار الكهربي او تشغيله او تغيير شيء من حاله لحاله تانية، او اي حاجه ممكن تخطر على بالك. واول تجربه لتوصيل الحاجات بسنسورز علشان نتابع حالتها كانت سنه 1980 في جامعه كارنيجي ميليون اللي في بنسلفانيا في الولايات المتحده. والباحثين والطلاب اللي في الجامعه قرروا انهم يوصلوا الفيندنج ماشين بتاعه كوكاكولا بالنتورك بتاعه الجامعه، وبالطريقه دي قدروا يعرفوا ان كان المكنه مليانه ولا لا، وان كان درجه الحراره بتاعت المكنه مناسبه للاستخدام ولا لا. وده نقدر نقول عليه اول تطبيق او اول استخدام للفكره اللي نعرفها دلوقتي باسم الاي او تي. والموضوع طبعا ما وقفش هنا، دي بس كانت البدايه، وبدا التطور في الاي او تي يشمل مجموعه كبيره جدا من الاجهزه والتطبيقات. وعلى حسب اخر احصائيه في سنه 2022 كان عدد الاجهزه المتوصله بالانترنت اللي من عيله اي او تي وصل عددها ل 14.4 مليار جهاز، ومتوقع انه يوصل بحلول سنة 2027 ل 29 مليار جهاز. والاجهزه دي هنلاقيها حوالينا بكل حته حرفيا، ابتداء طبعا من اللابتوبس والموبايلز والتابلتس، مرورا بالسمارت تي فيز بالسمارت واتشز، لحد ما بقينا بنشوفها في الثلاجات والغسالات والتكييفات وحتى العربيات. وطبعا كلنا سامعين عن السيت اب الجديد بتاع السمارت هومز اللي فيه كل حاجه بتشتغل بشكل اوتوماتيك، زي مثلا الستاير اللي بقت بتفتح وتقفل بشكل اوتوماتيك، واللي عارفه انت بتصحى امتى وبتنام امتى، فبتظبط لك الروتين بتاعك على حسب مزاجك. ده غير اللمبات السمارت اللي بقت بتقدر تفتحها وتقفلها من موبايلك، وفي نفس الوقت لما بتحس بحركه حواليها تقوم منوره لوحدها، واول ما الحركه تهدى تقوم طافيه. ده حتى الثلاجات بقت بتتابع الخضار والفاكهه اللي عندك في الثلاجه، واول ما المستويات بتاعتهم او عددهم تنقص تبدا تعمل لوحدها اوردر ديليفري للسوبر ماركت عشان يجيب لك الحاجات اللي انت بتستخدمها. كل ده بيحصل بشكل فول اوتوماتيك. والتكييفات برضو ما سابوهاش في حالها، التكييفات دلوقتي بقت لما تقرب من البيت تشتغل لوحدها علشان تهيئ لك الجو اللي انت بتحبه، واول ما تخرج من البيت تطفي علشان توفر لك الكهرباء. وطبعا اجهزه الاي او تي بنلاقيها في اجهزه الامن والحراسه، بحيث انها اول ما تحس بحركه مثلا جوه البيت تقوم باعته لك نوتيفيكيشن على الموبايل عشان ينبهك. وطبعا كل ده بيقدم لك راحه ملهاش مثيل عن طريق التحكم في كل حاجه في البيت بتاعك عن بعد، وتخصيص الروتين اليومي لكل حاجه فيهم. ده غير طبعا عن زياده كفاءتك في استهلاك الطاقه وتوفير فواتير الكهرباء. وكل ده بيحصل في تناغم تام من غير ما توجع دماغك
باي حاجه، ومن السمارت هومز للسمارت سيتيز. فهنلاقي مثلا الحكومات بقت بتستخدم تكنولوجي الاي او تي في تنظيم المرور. فهتلاقي دلوقتي في معظم الطرق الرئيسيه بقى في كاميرات ومستشعرات علشان تحس بالزحمه والازدحام المروري موجود فين بالظبط. واول ما الكاميرات دي او السنسورز تحس ان في ازدحام مروري مثلا في اتجاه معين، تقوم باعته الداتا دي كلها لانظمه المرور المركزيه. فهتلاقي وحده المرور المركزيه بدات تبعت اشاره بشكل اوتوماتيك للاشارات المرور نفسها علشان تقلل فتره الانتظار، وبكده تسهل حركه المرور في الشارع او الطريق المزدحم. او مثلا لو في حادث مروري، فهتلاقي الابلكيشنز زي جوجل مابس بتوجه السائقين لطرق بديله علشان تخف الضغط على الطريق اللي فيه الحادث. لكن مش بس هنلاقي اجهزه المرور هي اللي بتستخدم اجهزه الاي او تي، هنلاقيها برضو بتستخدم في شركات الكهرباء، والهدف من استخدامها هو التوزيع الامثل للكهرباء وتقليل الهدر. وده طبعا بيتم عن طريق اجهزه الاي او تي زي عدادات الكهرباء الذكيه. والعدادات دي بتكون متوصله بوحده التحكم المركزيه، واللي بتبعت القرايات بشكل لحظي عن الاستهلاك الحالي للمصانع والبيوت او الشركات. والطريقه دي بتسهل عليهم توزيع احمال الكهرباء وتوجيه الطاقه المنتجه للاماكن الاكثر احتياج، وبكده يقدروا يبقوا عارفين امتى يزودوا انتاج الطاقه وامتى يقللوا. وباستخدام نفس الفكره ونفس الاجهزه، شركات الميه بتقدر تحدد الضغط المناسب اللي هي محتاجاه كل منطقه، وكمان بتقدر تحدد بدقه اماكن وجود التسريبات ومعالجتها في اسرع وقت. وده طبعا بيتم عن طريق مقارنه القرايات اللي بتستقبلها من عدادات المستهلكين مع كميه الميه اللي الشركه بتضخها في الخطوط على مستوى المدينه. وبمناسبه المحافظه على الميه، فبرضه اجهزه الاي او تي بتستخدم في الزراعه، وده عن طريق سنسورز بتقيس رطوبه التربه، وكل ما تقل نسبه تشبع التربه بالميه تقوم مشغله الرشاشات، وبكده نوصل للاستغلال الامثل للميه المتاحه للزراعه. وعلى فكره اجهزه الاي او تي بتساهم بشكل فعال جدا في الامن العام للمباني والشركات الكبيره، وده عن طريق مستشعرات بتحدد جوده الهواء، وبتطلق انذار اول ما بتحس ان في اي تلوث او اي انتشار لغازات سامه، وطبعا لو في حريق او دخان. ومراكز الارصاد برضو بتستخدم اجهزه الاي او تي في التنبؤ بالزلازل والبراكين والفيضانات، واللي بتديهم فرصه عشان يخلوا المناطق المتضرره بحيث انهم يقللوا حجم الخسائر البشريه والماديه. وبرضو بنلاقي استخدامات كتيره للاي او تي في مجال الصحه، زي مثلا اجهزه متابعه المرضى عن بعد. فهنلاقي ان الدكاتره اللي بتتابع مرضى ضغط الدم واضطرابات ضربات القلب هنلاقيهم بيستخدموا الاجهزه دي بكثافه علشان يتابعوا المرضى بتوعهم، وبكده يقدروا يحسنوا النتائج وفعاليه العلاج اللي بيقدموه. والاجهزه دي بتمكن الدكاتره من التدخل السريع في حاله حدوث اي تغيير مفاجئ في الحاله الصحيه. بس الموضوع مش مقتصر على الدكاتره والمستشفيات، في حاجات ابسط من كده كتير جدا زي السمارت ووتشز اللي بتقيس سرعه ضربات القلب وضغط الدم والسليب باترنز وكل الاكتيفيتيز اللي بتعملها في حياتك اليوميه. ومش بس كده، دي بتدي لك نصايح متفصله عليك وعلى طبيعه نشاطك. ومع طبعا دخول الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج، الموضوع بقى في حته تانية خالص. بقينا بنطلع تقارير وانسايتس بتساعدنا ان احنا نزود الانتاجيه ونقلل الهدر بشكل غير مسبوق. وده طبعا بسبب اننا بقينا دلوقتي قادرين نفهم انماط وسلوكيات ما كناش قادرين نفهمها قبل كده، وساعدتنا ناخد قرارات صحيحه وسريعه مبنيه على معلومات دقيقه ومنظمه. طب ايه يعني اجهزه الاي او تي دي كلها فوائد ملهاش اي مخاطر او اضرار؟ اكيد ليها مخاطر واضرار زيها زي اي حاجه الانسان بيخترعها. ليها الجانب المشرق اللي اتكلمنا عنه، بس برضه ليها الجانب المظلم. خليني افتح عينك على بعض المشاكل اللي محتاجين ناخد بالنا منها مع استخدام اجهزه الاي او تي. بما ان كل حاجه بقت متوصله على الانترنت، واغلب شركات اللي بتصنع الاي او تي ديفايسز بقت بتهتم بالسعر وسهوله الاستخدام عن الامان والخصوصيه، وده طبعا بسبب ان مفيش ريجوليشنز او قوانين مفروضه على الشركات المصنعه علشان تهتم بخصوصيه وامان المستخدمين، وده بيخليها عرضه بشكل كبير جدا للاختراق. وبكده الهاكرز يقدروا يتحكموا فيها ويسرقوا الداتا اللي اتجمعت منها، وحتى كمان ممكن يبعتوا داتا وهميه مكان الداتا اللي اتجمعت. وطبعا اللي بيزود احتماليه تعرضك للاختراق هو استخدامك لاجهزه مصنعه من شركات مجهوله، والشركات دي في الاغلب مش بتطبق نظم الحمايه المطلوبه للحفاظ على امن وسلامه المستخدمين. ولان اجهزه الاي او تي بتجمع جزء كبير جدا من الداتا عن حياتنا اليوميه وعن الروتين اليومي او عاداتنا او تقاليدنا ماشي. ولان اجهزه الاي او تي بتجمع حجم داتا كبير جدا عن حياتنا الشخصيه زي الروتين وعاداتنا اليوميه وكل تحركاتنا، بنروح فين او بنيجي منين، والحاجات اللي بنفضلها والرياضات اللي بنمارسها، وكل حاجه حرفيا في حياتنا. وكل الداتا دي بتتخزن على سيرفرز على الانترنت، وما بنبقاش عارفين مين ليه اكسس عليها، واللي بيستخدمها ممكن يعمل بيها ايه، وطبعا ممكن يساء استخدامها وتبقى اداه تجسس على المستخدمين. فانا نصيحتي ليك لو هتستخدم اي اجهزه من اجهزه الاي او تي لازم تكون شاريها من شركه معروفه، وحاول بقدر المستطاع تكون كل الاجهزه
من نوع واحد، لان ده بيقلل بشكل كبير جدا المخاطر اللي ممكن تحصل لك من السايبر اتاكس. لكن برضو مش عايزين نخوفنا من المخاطر تخلينا نمتنع عن استخدام اجهزه الاي او تي بالكامل، لانها بالفعل سهلت حياتنا وخلتنا قادرين نتنبأ ونعمل حاجات ما كناش قادرين نعملها قبل كده، ووفرت علينا وقت ومجهود كبير جدا. لكن طبعا الحذر امر لابد منه. وبس كده، ده كانت كل حاجه معانا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشير الحلقه دي مع اصحابك علشان يستفادوا هم كمان. ولو عندك اي اسئله او استفسارات اكتبها لنا في التعليقات. سلام.